عمرك حسيت بالحرية بانعدام الجاذبية وكأنك بتطير؟ هو ده بالظبط اللي صديقنا هارو بيحس بيه وهو بيسبح، وبيكون أمهر حد بين أصحابه وكلهم مبسوطين ومبهورين بيه جدا في نادي السباحة بتاعه. وده هارو لما بيكون طالب في الثانوي بعد ما فقد شغفه للسباحة خالص وقاعد في البانيو لوحده، بيدخل عليه صديقه ماكو بيقوله انت لسه قاعد بتبلبط، البس بسرعة عايزين نروح المدرسة. هارو بتكون حياته مملة جدا وروتينية، وهو كمان ملامح وشه بتكون باردة جدا. وفي استراحة الغداء بيكون في واحد عمال يجري علشان عايز يقابل هارو وماكو بسرعة، بيروح ويسلم عليهم، وهنا الاتنين على طول بيفتكروه. ده ناجسة صديقهم من أيام المدرسة لما كانوا صغيرين في نادي السباحة اللي اتنقل من زمان. بس ناجسة بيقول لهم إن هو لسه ناقل مدرستهم النهاردة، وبيسألهم هما بيروحوا أنهي نادي سباحة في المكان بالظبط علشان يسجل معاهم برضه. بس هارو بيقول لناجسة إنه بطل سباحة أصلا من أول ما النادي بتاعهم اتقفل لما كانوا صغيرين، وما بقتش دي هوايته المفضلة لأنه شايف إنها عيالي قوي وملهاش لازمة. في الوقت ده موكو صاحبهم بيلاحظ نظرات البنت دي ليهم وهم بيتكلموا، وهنا ناجسة بيقول لهم إن نادي السباحة القديم بتاعهم هيتم هدمه بعد أيام، وهو حابب ياخدهم علشان يروحوا يودعوا المكان لآخر مرة. في الحقيقة هارو بيرفض لأن المكان ده بيفكره بالعضو الأخير في فريقهم القديم، وهو رين اللي سابهم فجأة وسافر استراليا بدون أي إنذار. شكله كده كان غالي جدا على هارو، ولكن بعد الزن الطويل على هارو بيوافق أخيرا إنه يروحوا كلهم لنادي السباحة القديم قبل ما يتهد. بيكون النادي مقرف جدا ومليان حشرات وشكله عامل زي بيوت الرعب، وفعلا بيكون في حد موجود في المكان. في الوقت ده بيدخلوا الأصدقاء الثلاثة وبيفتكروا وقت ما فريقهم فاز في المسابقة اللي نظمتها النادي. اليوم ده قرروا كلهم إنهم يدفنوا كأس الفوز علشان لما يكبروا يروحوا كلهم يفتحوه ويفتكروا الذكريات الحلوة دي. بس مشيان رين فجأة كده بيكون مأثر جدا على هارو، وبيكملوا مشيانهم في النادي لحد ما بيلمحوا الشخص اللي بيكون موجود معاهم في المكان. المفاجأة بقى إن الشخص ده بيكون رين، ولكن بيكون وقح جدا معاهم وبيقول لهم إنهم شوية فاشلين وما بيعرفوش يسبحوا أساس. ولكن هارو بيتحداه على طول في سباق سريع علشان يعرفوا إن كلامه غلط، وبيبدأوا يستعدوا هما الاتنين وهم غضبانين جدا من بعض. بس مفيش مية أصلا علشان يسبحوا فيها لأن المكان مهجور. بيمشي رين وبيقول له إنه طلع الكأس اللي كانوا دافنينه سوا وقال لهم إنه ملوش أي قيمة بالنسبة له خالص. إيه اللي حصل لرين؟ دول كانوا كلهم زي الإخوات لما كانوا صغيرين، معقول السفر بيغير الشخص للدرجة دي؟ المهم كلهم يكونوا مصدومين من اللي حصل امبارح وظهور صاحبهم رين بالطريقة المتعجرفة كده. بس البنت دي لسه بتكون متنحة فيهم بطريقة مريبة، حتى صاحبتها بتستغرب جدا منها. وبما إن رين رجع بيقرر ناجسة وموكو يروحوا يدوروا على اسم لقب رين في ملفات مدرستهم، كل ده علشان يعرفوا هو سجل معاهم في المدرسة ولا لأ بعد رجوعه من استراليا. وفعلا بيلاقوا الاسم موجود، بس بتكون أخت رين هي اللي مسجلة معاهم مش رين. أيوة هي البنت اللي بتكون عمالة تنح لهم الوقت ده. والمفاجأة إنهم بيلاقوها موجودة وبتحاول تدق الجرس على بيت هارو، ولما بيتكلموا معاها بتقول لهم إنها كانت عايزة تسأل هارو على حاجة عن أخوها. هي في الحقيقة مش بتشوفه كتير وما تعرفش عنه حاجة أصلا. وبتقول لهم إن رين راجع من استراليا من شهر، بس سجل في مدرسة داخلية للطلاب المتميزين في السباحة، وهي ما تعرفش عنه حاجة من ساعة ما راح. ولما ناجسة وموكو بيقترحوا على هارو إنهم يروحوا يزوروا رين في مدرسته الداخلية، هارو بيوافق على طول، وفعلا بيروحوا وبيتسللوا جوه المدرسة، وبيكونوا مبهورين جدا بكبر نادي السباحة فيها ومهارة الطلاب اللي بيسبحوا في التدريب. ولما الكل بيمشي تلقائيا هارو بيقلع هدومه وبينزل على طول في المسبح. دي حاجة غريبة قوي، هارو بطل يسبح أصلا من زمان وما نزلش أي مسبح من وهو صغير، ولكن المرة دي غير أي مرة في حياته. وبدأوا كلهم يستمتعوا بالمسبح وكأنهم بقالهم كتير قوي نفسهم في كده وماسكين نفسهم بالعافية. وهنا بيجي رين وبيقول لهم إن أجسامهم القذرة ممكن توسخ المسبح والأحسن يطلعوا منه بسرعة. وهنا بيطلع هارو اللي يدوبك لسه نازل المسبح من دقيقتين وبيتحدى رين صاحب أكبر مهارة في السباحة في مدرسته كلها. دلوقتي الوضع بقى سيء جدا لأن رين المتعجرف ناوي يطلع أقصى ما عنده في السباحة مع هارو، وبيستعدوا هما الاتنين للانطلاق وبينطلقوا على طول. مفيش ثواني ومدرس من المدرسين بيشوفهم بيبلغ مدرستهم فورا، ولما بيرجعوا المدرسة المدرس بتاعهم بيزعق لهم جامد علشان يتسللوا للأكاديمية بدون إذن. الأكاديمية دي هي مدرسة رين، بس بتيجي مدرستهم اللطيفة وتدافع عنهم وبيطلعوا من العقاب بسببها، ما بيتعاقبوش خالص أصلا. بعدها بتيجي أخت رين وتسألهم لو راحوا قابلوا رين في الأكاديمية، ولكن ناجسة بيقول لها إنه كان قليل الأدب معاهم جدا، وكمان اتحدى هاروكا في سباق حتى قبل ما يسلم عليهم ولا يقول لهم
لهم حاجة. وعلى طول أخت رين بتعتذر جدا وبتقول لهم إنه كمان متغير معاها من ساعة ما رجع من أستراليا وما كلمهاش ولا مرة ومش بيرد على رسائلها تماما. وكمان البنت بتعترف إنها لما سمعتهم وهم بيقرروا يروحوا النادي بتاعهم القديم قبل ما يتهد بعتت لأخوها على طول علشان يروح يقابلهم. هي بس نفسها أخوها يرجع يكلم أصحابه زي زمان ويرجع طيب وسعيد زي بالظبط قبل ما يسافر أستراليا. علشان كده كانت عايزة تقابل هارو وحاولت تروح له البيت علشان تترجانه يرجع ويكلم أخوها ويبقوا صحاب من الأول. ولكن ناجسة بيجيله فكرة عشوائية جدا إنهم ياخدوا إذن من الإدارة علشان يفتحوا نادي سباحة خاص بمدرستهم، ولو دخلوا مسابقة المدارس هيلعبوا ضد رين والأكاديمية بتاعته. والغريب بقى إن هاروكا بيوافق على طول وكأنه فجأة بقى عايز يسبح من ساعة ما رين دخل في حياته تاني. وبيسلم هاروكا على أخت رين اللي بتكون مكسوفة جدا وبيروح علشان يعمل لهم الشاي. ولكن هاروكا بيسمع من أخت رين وهي بتقول إن رين كان بيرجع اليابان كل أجازة علشان يقضيها مع عيلته. إزاي بس كده؟ هاروكا والمجموعة بتاعته ما شافوهوش خالص من ساعة السفر. معقولة رين ما كانش عايز يتواصل معاهم لما كان بيرجع اليابان؟ اليوم اللي بعده بدأ ناجسة إنه يحضر كل الأوراق المطلوبة علشان يفتحوا نادي السباحة بتاعهم. موكو هيكون المدير وهاروكا هيكون نائب المدير وناجسة هو المؤسس. وبيختاروا معلمتهم اللطيفة علشان تكون المشرفة عليهم وهي بتوافق على طول. في الوقت ده أخت رين بتروح له الأكاديمية علشان تطمن عليه وتجيب له أكل لأنه مش بيرد عليها خالص. ولما بتسأل فريق السباحة عليه بيقولوا لها الأعضاء إن أخوكي مش مشارك معانا في الفريق أصلا، هو أصلا داخل الأكاديمية دي علشان أفضل حاجة لتعليم السباحة. إزاي بقى هو مش مشارك في فريق السباحة كده؟ أكيد الموضوع فيه حاجة غلط. تعالوا بقى نرجع لفريقنا الجميل لما المعلمة بتاعتهم بتقول لهم إن طلبهم اتوافق عليه بس في مشكلتين كده. القوانين بتقول إن أي نادي لازم يكون فيه 4 أعضاء على الأقل، والمشكلة التانية هي المدرسة موفرة لهم حمام سباحة غير صالح للاستخدام وعايز شغل كتير قوي علشان يتعدل عليه. بيبدأوا الأصحاب الثلاثة بقى إنهم يجهزوا البول ويعيدوا بنائها ويعملوا كل حاجة من الصفر. الغريب بقى إن هاروكا بيكون شغوف جدا وكأن الحياة رجعت له من أول وجديد. في الوقت ده ناجسة بيكون عمال يحاول يغري الطلاب إنهم ينضموا للنادي لأنهم فاضل لهم شخص رابع محتاجينه. وأخت رين اللطيفة تيجي كل فترة تديهم مشروبات وتشجعهم، يمكن لما أخوها يشوف النادي بتاع المدرسة بتاعتهم يرجع صديقهم ويفك الغموض اللي هو فيه ده. وكمان بتقول لموكو إن أخوها أصلا ما شاركش في نادي السباحة بتاع الأكاديمية واكتشفت إن هو ما بقاش يسبح خالص. موكو استغرب جدا لأنه عامل زي هارو بالظبط، وأول ما هارو ورين اتقابلوا اتسابقوا على طول وكأنهم بقالهم كتير قوي مستنيين السباق ده. تعالوا بقى نعرف حصل إيه قبل ما المدرس يجي ويقفشهم كلهم. الاتنين كانوا ماشيين بسرعة البرق في المية وكانوا معادلين لبعض جدا في سباق حاد وشيق خالص. وهنا هاروكا حس لأول مرة انه مبسوط وانه مش عايز يطلع من المية ابدا، وبسبب التأخير ده رين طبعا اللي فاز. ولما اخته بتسمع كده من موكو بتقرر على طول انها تكون العضو الرابع في الفريق علشان خاطر اخوها ممكن يشوف فريقهم بيسبح تاني وينضم ليهم والضحكة ترجع في وشه تاني زي زمان. وقالت انها هتساعدهم في كل المهام علشان يخلصوا في أسرع وقت. موكو بيكون قاعد عمال يتعشى مع أهله في البيت وبيسمع من أبوه إن نادي السباحة بتاعهم القديم تم البدء في هدمه بالفعل، وبيروح هناك علشان يبص عليه لآخر مرة. وهنا بيقابل شخص بس الشخص ده بيكون مألوف جدا، ولما بيركز في ملامحه بيعرف إنه المدرب اللي كان شغال في ناديهم القديم بس الحال اتدهور بيه وبقى شغال عامل توصيل بيتزا. ولكنه بيقول لموكو حاجة أول مرة يسمعها. بيحكي له إن قبل ما رين يسافر للأبد هارو كان عايز يلعب سباق أخير ضده. في الوقت ده هارو اللي فاز ورين ما تقبلش الخسارة أبدا وقرر ما يسبحش تاني طول حياته. وده برضو اللي خلى هارو بطل يسبح لأنه جرح صديقه الوحيد وخلاه ما يعملش الحاجة الوحيدة اللي بيستمتعوا بيها هما الاتنين. وهنا ماكو قرر يكلم رين ويقوله إنهم فتحوا نادي جديد للسباحة في مدرستهم ونفسه قوي إن يجي وينضم ليهم. ولكن رين بيقرر إنه ينضم لفريق السباحة بتاع الأكاديمية بتاعته لأن في شخص معين هو عايز يفوز ضده. في الوقت ده ناجسة بيقول لهاروكا وماكو إن أخت رين قالت له على خبر انضمام رين لفريق السباحة بتاع الأكاديمية بتاعته. هاروكا هنا بيفرح جدا لأن الكلام ده معناه إن رين هيرجع يسبح تاني. وبعدها أخت رين العضو الجديد في فريقهم بتقترح عليهم إنهم يشاركوا في مسابقة السباحة للمدارس اللي هتقام قريب، وهاروكا بيكون متحمس جدا للفكرة. بس معلمتهم بتقول لهم إن في مشكلتين برضو بتقابلهم حاليا. أول مشكلة إن
النادي محققش أي إنجازات ولازم يثبت نفسه الأول علشان يقدروا يسجلوا في المسابقة بتاعة المدارس. تاني مشكلة بقى هي إن فريق السباحة بتاعهم لازم يكون متكون من 4 سباحين. صحيح إن أخت رين انضمت ليهم لكنها مش سباحة أصلا، والفرق دي متنظمة للأعضاء الأولاد فقط، علشان كده لازم يلاقوا عضو جديد يسبح معاهم وبعدها بقى يبقوا يحلوا المشكلة الأولى. وهنا هاروكا بدأ ياخد الموضوع جد جدا، بس الطلاب بتخاف منه أصلا ومن تصرفاته دي. كل ده علشان ملامح وشه باردة جدا. وبيستمر البحث عن العضو الرابع في الفريق، وهنا ناجسا بيلاحظ ريو اللي هو أشطر عداء في فريق مدرسته وبيدعوه فورا للانضمام لفريق السباحة بتاعه. بس ريو بيقول له لا مش عايز، وبينزل من القطر قبل وصوله للمدرسة. هنا ناجسا بيشوف ريو وبيعرف انه بياخد بقية الطريق للمدرسة جري كتدريب له، وناجسا بيبدأ يتبعه في كل مكان وبيقول لبقية الفريق انهم لازم يقنعوا ريو بالذات لانه بيكون موهوب جدا في الجري واكيد هيعرف يسبح. وفعلا الكل بينبهر بيه وبمهارته في الجري والنط. وفي وقت الرجوع للمدرسة ناجسا بيحاول يقنع ريو تاني بالانضمام للنادي بتاعه، لكن ريو بقى بيتعصب جدا وبيرفض وبيقول له انه اصلا بيكره المية. وفي نهاية اليوم اخت رين بتقول للفريق بتاعها انها جايبه لهم اخبار جامدة جدا. راحت اتكلمت مع قائد الفريق بتاع اكاديمية اخوها ووافق انهم يعملوا تدريب مشترك بينهم وبين الاكاديمية. ده خبر رائع جدا لانه هيكون اول انجاز لفريقهم، علشان كده لازم يلاقوا السباح الرابع بسرعة جدا. ناجسا بقى قال انه مش هيستسلم ابدا مع ريو وراح يجري معاه للمدرسة علشان يحاول يقنعه، وبيقولوا انه نطته اللي نطها كانت رهيبة جدا وانهم هيكونوا فخورين قوي لو انضم معاهم في النادي بتاعه. وهنا اخيرا ريو بيوافق، بس الموافقة ما بتكونش قطعية، بمعنى ان ريو قرر يساعد ناجسا بس علشان يروحوا التدريب مع الأكاديمية، ولكنه مش عايز ينضم ولا حاجة وشرط عليهم أصلا إن هو مش هينزل المية. وأخيرا بيجي وقت التدريب مع الأكاديمية وكلهم بيكونوا جاهزين علشان يتدربوا مع بعض. ورين بتكون نظراته استحقارية جدا لفريق هاروكا، ده حتى كمان مش بيسلم على أخته وبيمشي ويسيبه. في الوقت ده بيبدأ التدريب، ولكن قائد فريق الأكاديمية بيقول لريو يلبس بدلة السباحة فورا علشان يبدأ، ولكن ناجسا بيتدخل على طول وبيقول للقائد انه نسى البدله بتاعته وما جابهاش معاه. ولكن القائد بيزنقهم كلهم وبيقول لريو انه يروح ويستعير بدله السباحه البديله بتاعته بسرعه علشان يبداوا. وفعلا بدا التدريب وريو ما كانش مبسوط ابدا، وكل المتدربين بيبداوا بالسباحه واستعراض مهاراتهم. ولما بيجي دور ريو بيقول مش مشكله، يعني ده مجرد تدريب ومش مسابقه ولا حاجه، واكيد يعني السباحه مش صعبه قوي كده. ولما بيستعد للغوص في المسبح بيغرق فيه على طول. وهنا هاروكا بيروح وينقذ حياته فورا. واضح كده ان ريو ما بيعرفش يسبح اصلا وفاشل جدا في السباحه. في نفس الوقت بيجي دور هاروكا في تدريب، وريو بيكون منبهر جدا بسباحه هاروكا وحريته التامه في تحريك جسمه وطريقه السباحه بتاعته. ولما خلص التدريب بيروح فريق السباحه بتاع هاروكا علشان يدعموا ريو في التدريب بتاعه زي ما هو عمل معاهم. وهنا بيقرر ريو ان هو يجري وينط زي هاروكا ما عمل في الميه بكل حرية ويسيب نفسه خالص بدون أي حسابات واحتمالات، وبيستمتع بالموضوع جدا. وأول ما بيحس الإحساس ده على طول بيقول لهم إنه عايز ينضم بشكل رسمي لفريقهم. وبكده بيكون فريقهم أخيرا حصل على 4 سباحين ودلوقتي يقدروا يثبتوا نفسهم. كده ما فاضلش بقى غير إن ريو يتعلم السباحة، وبكده تكون كل حاجة كاملة. وبعد كل التمرينات اللي ريو عملها دي بيكون واثق جدا إنه هينزل المية ويكسر الدنيا. بس للأسف بيحصل زي المرة اللي فاتت بالظبط، وما بيكونش عارف يسبح خالص. وهنا بيبدأوا ناجسا وماكو علشان يدربوه في الأساسيات، لكنه بيفشل في كل حاجة. في الوقت ده أخت رين بتحط خطة تدريب صارمة جدا علشان ريو يتعلم السباحة خلال أسبوع واحد بس. ولكن يوم بعد يوم بيبدأوا كلهم يصدقوا فعلا إن المية ما بتحبش ريو ومش طايقاه أصلا، مع إنه رياضي يعني وشاطر جدا في الجري. ولما بيتبقى 4 أيام بس في الجدول
بيقول ريو إن المشكلة الحقيقية هي بدلة السباحة بتاعته، هو شايف إن هي بتقيد حركته ومش بتخليه يسبح كويس. بعدها بيروحوا كلهم لأكبر محل الأدوات السباحة علشان ريو يلاقي البدلة المثالية اللي هتساعده يسبح كويس. وكمان هاروكا بيختار شورت سباحة زي اللي دايما بيلبسه واللي عنده منه كتير قوي في البيت. أخت رين بتزهق منهم وبتطلع بره المحل، وهنا بتلاقي قائد فريق الأكاديمية وبيقول لها إنه فريقهم هو كمان جاي علشان يشتري بدل سباحة جديدة. الكلام ده معناه إن رين موجود هو كمان في المحل في مكان ما، وفعلا رين بيطلب من هاروكا إنه يتكلم معاه بره على انفراد. وهنا رين بيطلب منه إنهم يعملوا سباق تاني بينهم علشان رين لازم يفوز على هاروكا لو عايز يتخطى اللي حصل زمان. صحيح إن في سباق حصل بينهم في الأكاديمية، بس رين متأكد 100% إن هاروكا سابه ويكسب بمزاج، وهو لحد دلوقتي مش متقبل الخسارة من لما كان صغير. رين عايز يطلع أصعب ما عنده في سباقهم الجاي علشان يفوز عليه 100%. وهنا هاروكا بيقوله إنه هو داخل في مسابقة المدارس، وكده كده السباق بينهم هيحصل عاجلا أم آجلا، ولكن هاروكا هيدخل المسابقة دي بشرط إن رين لو خسر ضده ما يتوقفش عن السباحة وما يعملش زي المرة اللي فاتت كده ويتقبل الخسارة عادي جدا، لأن هاروكا ناوي هو اللي يفوز. ورين بيوعده الوعد ده وبيمشي على طول. وأخيرا بعد بدلة السباحة الجديدة بتاعت ريو مفيش حاجة تقدر توقفه دلوقتي. يلا بقى يا ريو. لسه برضو ريو ما بيكونش عارف يسبح نهائي. وهنا هاروكا بيروح له وبيقول له إنه هو عايز يعلم، ودي حاجة غريبة جدا لأن هاروكا أصلا مش كويس في التعامل مع الناس وأصحابه طايقينه بالعافية. إزاي بقى هيكون مدرب لريو اللي ما بيعرفش يسبح أصلا؟ وفعلا بيبدأ يدربه، ولكن برضو ما فيش أي فايدة في ريو. هنا نفسيته بتكون تعبانة جدا لأنه فشل ذريع في السباحة. وهاروكا بيقول له ما يضايقش نفسه، وكل اللي عليه يعمله هو إنه ما يحسش بالناس اللي حواليه ويسبح بحرية وبدون قيود زي الفراشة بالظبط. وهنا بتيجي فكرة جديدة لريو لما بيشوف الفراشة دي بتطير على هاروكا. اليوم اللي بعده الفريق بيشوف هاروكا وهو عمال يسبح زي الفراشة كده، بس طريقته بتكون جديدة ورائعة جدا. ايه ده مش هاروكا؟ معقول يكون ده ريو؟ ايوه، كلهم بينبهروا جدا بطريقة السباحة بتاعته دي وذكائه في انه يخترعها ويسبح بيها. وبكده اخيرا ريو بدأ يتعلم وفريقهم نجح في مهمته الاولى. بس ده لسه بدري جدا، في الاحداث اللي جاية هنشوف مشاكل وصعوبات خطيرة هتقابل فريقنا العظيم. وبعد ما فريقنا الرهيب أخيراً اكتمل، أخت رين بتحط لهم تدريب قاسي جداً يمشوا عليه، وبتزعق لهم كلهم علشان يروحوا التمرين. وبالصدفة بتلاقي بروشور قديم للمدرسة هيساعدهم كتير جداً. ساعتها أخت رين بتروح على طول للفريق وتوريهم البروشور اللي معمول من نادي السباحة في مدرستهم من قديم الأزمنة. البروشور ده بقى موجود فيه خطة تدريب رائعة جداً، والخطة هي إن الفريق بيسبح بين 3 جزر مهجورة طول إجازة الأسبوع. وده تدريب قوي جدا ويعتبر إنجاز كبير لفريقهم علشان يحققوا الشرط الأخير ويعرفوا يسجلوا في مسابقة المدارس. وفعلا كلهم بيوافقوا على طول على التدريب الموجود في البروشور ده، ما عدا إن المدرسة بتاعتهم رفضت إنها تدفع حق رحلتهم للجزر المهجورة، والموضوع كده شكله تعقد خالص. ولكن فريقنا ما استسلمش وقرروا يروحوا الرحلة دي بأقل التكاليف والإمكانيات الموجودة. أخدوا الأدوات اللي ممكن يحتاجوها من أهل ماكو اللي بيخيموا بره كتير وعندهم معدات تنفع لرحلتهم، وبيكلموا المدرب القديم بتاعهم اللي عنده قارب ويقدر ياخدهم لمكان الجزر المهجورة علشان يبدأوا رحلة تدريبهم في الويكند. وبكده فريقنا الجامد وفر لنفسه الرحلة المطلوبة للتدريب بأقل ميزانية ممكنة. وبيتقابلوا أول يوم ويكند الصبح، والمدرسة اللطيفة بتاعتهم بتشكر المدرب القديم بتاعهم على القارب والتوصيلة اللي هيوصلها لهم للجزر. ولما وصلوا المكان ريو بيشعر بدوار البحر وبيروح الحمام على طول. وهنا بيشوف حاجة عجيبة جدا وبيروح على طول لفريقه علشان يوريهم اللي شافه، وهو مستغرب جدا. أكاديمية رين هي كمان موجودة في نفس المكان، لكن بحمام سباحة خاص للمدرسة مجهز بأعلى مستويات وأحسن الخدمات. حتى أخته صغيرة ما كانتش عارفة إن أخوها هيكون موجود في نفس المكان لأنه بيتجاهلها تماما. أبطالنا هنا بيقرروا يتجاهلوا الأكاديمية خالص ويبدأوا رحلتهم. بس أخت رين والمدرسة
لطيفة بيقرروا ياخدوا أوضة في فندق، وباقي الفريق هينام بره في الخيمة عادي. ساعتها فريقنا الرهيب بدأ التدريب مراعاة بأن ريو لسه مبتدئ طبعا. المشكلة بقى أن ريو بيكون أداؤه ضعيف جدا مقارنة بالباقي، وكمان بيستعمل أداة تساعده في السباحة وما بيكونش عاجبه أداؤه خالص. وبيستمر التدريب بين الجزر المهجورة، وهارو بيكون متعاون جدا مع ريو على غير عادته يعني. ولما بيخلص التدريب معلمتهم بتقول لهم ان وقت العشاء بقى تلاقيهم جعانين وميتين من الجوع، بس للاسف هي نسيت تجيب البهارات اللي هيعملوا بيها الاكل. فاخت رين بتقرر تروح على البقالة على طول علشان تشتري الحاجات اللي ناقصاهم، وهنا بتخبط في زميل اخوها وبيطلع رين موجود في البقالة بنفسه. ساعتها برضه بيكون وقح جدا معاها وبيقول لها انها واقفه مع اعدائه بدل ما تشجع اخوها. ده كمان بيتضايق منها جدا لانها جايبه الفريق كله هنا علشان يتمرنوا، وبعدها بيسيبها ويمشي. رين ده جاحد جدا. بيمر الوقت وبيتعشوا وبيروحوا بعدها كلهم علشان يناموا، بس في الوقت ده ريو بيكون مش عارف ينام، فبيقرر يتدرب شويه في الميه بالليل. ممكن التدريب ده يخليه بمهاره بقيه الفريق، ولكن فجاه الجو بيتحول وعاصفه كبيره بتدخل على المكان والبحر بيهيج والموج بيعلى. وهنا ماكو على طول بيسمع صوت ريو وهو بيطلب النجدة. من دون تفكير بيروح على طول جوه المحيط علشان ينقذه، ولكن الغريب في الموضوع ان ماكو بيتجمد مكانه وما بيكونش عارف ينقذ ريو، وبيفتكر حاجة معينة بتخليه مش قادر حتى يجمع افكاره. في اللحظة دي هاروكا بيسمع الصراخ وبيشوف ريو وماكو في وسط المحيط وهم عاجزين عن الرجوع. ساعتها هاروكا وناجيسا بيروحوا علشان ينقذوا اصدقائهم، وبينتهي بيهم المطاف على جزيرة من الجزر الموجودة، وشكلها كده جزيرة مرعبة جدا. بس الحمد لله ماكو بيكون كويس وبيفوق من الصدمة اللي دخل فيها فجأة دي، وشوية كده وناجيسا وريو بيلاقوهم وبرضه ما بيكونش فيه أي خسائر. ريو بيتأسف جدا لباقي الفريق على الموقف اللي هو حطهم فيه وعلى الورطة اللي هم فيها دي. بس المشكلة بقى إن المطر بيكون قوي جدا ومستحيل يعرفوا يرجعوا للجزيرة بتاعتهم بسبب العاصفة. وهنا بيقرروا يروحوا لأي مأوى موجود في الجزيرة المهجورة دي، ولحسن الحظ بيلاقوا ريست هاوس عند المنارة وبيدخلوا هناك علشان البرد. ده كمان بيلاقوا كشاف وشوية أكل معلب لسه ما انتهتش صلاحيته، بياكلوا ويلبسوا أي حاجة علشان تدفيهم من البرد. في الحقيقة فريقنا بيستمتعوا جدا بوقتهم مع بعض، والكل بيكون نايم ومحدش حاسس بيهم نهائي، وبيبدأوا يلعبوا مع بعض لعبة الصراحة. وماكو بيبدأ يبتسم ويضحك وأعصابه بتهدى كتير عن أول. هنا ريو بيسأل ماكو على اللي حصل أول ما نزل المحيط. الكل عايز يعرف حصل له إيه واتجمد مكانه كده ليه. ماكو كان يقدر ينقذ ريو بصباع رجله. إيه بقى الصدمة اللي كانت على وشه دي؟ خليكم معايا علشان تعرفوا. ماكو لما كان صغير اتعرف على راجل صياد سمك عجوز وكان بيحبه وبيقضي معظم الوقت معاه. ولما كان في احتفال في الصيف ماكو كان نفسه يشتري سمكة زينة من الاحتفال، بس كان طفل صغير وما كانش معاه فلوس. وهنا جه صديقه صياد السمك العجوز واداله سمكتين حلوين جدا. في الحقيقة دول كانوا أجمل هدية تيجي لماكو في حياته كلها. بس للأسف في نفس الصيف ده ماكو عرف ان القارب اللي الصياد العجوز بيصطاد بيه غرق في المحيط والراجل ده مات. ومن ساعتها وماكو بيخاف جدا من المحيط لأنه أخد منه حد قريب جدا على قلبه، بس هو وافق على الرحلة دي لأنه بيحبهم جدا وعايز يسبح معاهم علشان فريقه بيحسسوه بالأمان. للأسف بعد موت الراجل ده السمكات كمان ماتوا بعدها على طول، وهي دي القصة المؤلمة اللي حصلت لماكو. بس الحاجة الوحيدة اللي خلته يتغلب على خوفه ده الصبح هو السباحة مع بقية الفريق. وهنا المطر أخيرا بيقف والأصحاب كلهم بيطلعوا على السطح علشان يشوفوا انعكاس النجوم، والمنظر بيكون رائع جدا. ولما بيطلع الصبح ماكو بيكون متغلب تماما عن عقدته للمحيط دي وبيحس أخيرا بالراحة لأنه مع فريقه. كده التمرين بيكون انتهى والويكند خلص، وأصحابنا بيكونوا مؤهلين للتسجيل في مسابقة المدارس المحلية. وبيبدأ فريقنا يتدرب بجنون للمسابقة لدرجة إنهم بيكونوا واثقين 100% إنهم هيكسبوا من أول يوم. تعالوا بقى أقول لكم على شروط المسابقة المحلية. المسابقة هتقام على يومين. أول يوم هيكون الأفراد ضد بعض، يعني كل لاعب من كل فريق مدرسة هيتسابق ضد التاني. ممنوع أعضاء الفريق نفسه يتسابقوا أو يلعبوا مع بعض في نفس المسابقة، وده علشان كل عضو في الفريق يوري الحكام مهارته. واللي هيفوز وهيطلع الأول على كل اللاعبين من المدارس التانية فريقه على طول هيتأهل للنهائيات. احنا عندنا ناجيسا وماكو وريو وهاروكا، كل اللي محتاجينه ان حد واحد فيهم يفوز في الدور بتاعه بس. ولما يحصل كده باقي الفريق هيروح على طول على النهائيات بدون حتى
ما يشاركوا في اليوم التاني من المسابقة المحلية. في الوقت اللي فريقنا بيكونوا واثقين من نجاحهم فيه، رين بيحلم إنه عمال يجري ورا متسابق لحد ما بيوصل لجنازة، وبتكون ذكرى مؤلمة جدا ليه، وبيقوم وهو مخضوض جدا من الكابوس ده. حتى زميله كمان بيلاحظ إن تدريبه مش قد كده وأداؤه متدني خالص. يا ترى إيه السر وليه رين بيحلم بالكوابيس دي؟ وليلة المسابقة رين بيبلغ زميله إنه مش هيروح المسابقة معاهم بالباص واحتمال يتأخر شوية. زميله بدأ يقلق فعلا لأن رين بيتصرف بغرابة جدا، وهنا رين بيقرر يفتح قلبه لزميله وبيقول له إنه رايح لقبر والده المتوفي قبل المسابقة علشان يسلم عليه. وهنا بنعرف إن أبو رين هو السباح اللي كان بيشوفه في الحلم، وكان شخص طيب جدا وكل الناس بتحبه، ومن كتر حبه في المية اشتغل صياد سمك وكانت أحلى أيام. لكن للأسف في مرة من المرات في الصيف المركب بتاعت والده غرقت ووالده توفى، والموضوع كان صعب جدا على رين وعيلته. الموتة بتاعت أبو رين الصياد مش بتفكركم بحاجة؟ اكتبوا لي توقعاتكم في التعليقات. وأخيرا يوم المسابقة كل الفريق بيجمع وهم في أكبر نشاطهم. اليوم كده شكله هيكون ممتع ومشوق جدا. يلا بقى يا فريقنا العظيم ارفعوا راسنا. بيدخلوا كلهم لمكان المسابقة، والمكان بيكون كبير جدا ورائع. ده كمان بيكون مليان بأمهر السباحين من جميع المدارس، وبيبدأوا كلهم يعرفوا أدوارهم في المسابقات، وهاروكا بيكون أول واحد هيبدأ. وطبعا رين هيكون في نفس الدور مع هاروكا، يعني أخيرا هنشوف سباق مصيري وجدي بين هاروكا ورين زي ما رين كان عايز بالظبط. هاروكا بيروح يلبس ويستعد وبيقرر إنه مش هيخسر أبدا وهيوصل للنهائيات. رين وهاروكا بيروحوا على خط البداية علشان دورهم، وكل الناس بتترقب في صمت وكلهم بيكونوا قلقانين. يلا يا شباب، وبيبدأ الدور. المصيبة بقى إن السباحين كلهم بيكونوا محترفين، ورين على قائمة الأوائل. كلهم بيكونوا أسرع بكتير من هارو. رين بيسبح بسرعة البرق، والسباق بيكون جنوني لأبعد الحدود. ولما بيقربوا لخط النهاية النتيجة بتطلع على طول على الشاشة، وللأسف رين بيكون في المركز الأول. معقول الكلام ده؟ هاروكا خسر؟ أيوة هي دي الحقيقة. ساعتها رين بيقول إنه خلاص كده ما بقاش عايز يعرف هاروكا في حياته تاني، وحتى كمان مش عايز يشوف وشه، وعايز ينسى خسارته القديمة وكل ذكريات طفولته مع الفريق. هاروكا هنا بيحس إنه في حلم مرعب، وبيكون مبلم ومش قادر يصدق اللي حصل خالص. فريقنا كله بيكون مبلم من الصدمة. المشكلة بقى ان اعصابهم تعبت من السباق وبقوا كلهم خايفين من الخسارة. في الوقت ده اصلا هارو بيكون اختفى ومحدش عارف هو راح فين، لكن ريو بيفقد اعصابه وبيروحوا كلهم يدوروا على هاروكا علشان يطمنوا عليه. ده حتى اخت رين بتكون زعلانة ان هاروكا خسر واخوها هو اللي فاز. في الوقت اللي فريقنا بيكونوا بيدوروا على هاروكا بيلاقوا رين قدامه، كالعادة بيتصرف ببجاحة وبيعمل نفسه مش مهتم. لكن صحاب هاروكا بيقولوا لرين ان هاروكا اصلا مش مهتم بالخسارة، هو بس متضايق من الكلام اللي رين قالهوله، لان هاروكا كان مفكر ان بعد فوز رين هيكونوا اتعادلوا وهيرجعوا اصحاب تاني. بس رين بيزعق لهم ويمشي، وكلامهم بيكون معصبه جدا. وبعد التفكير الفريق بيقرر انهم يركزوا في ادائهم ويسيبوا هاروكا ياخد وقته ويعوضوا هم الخسارة علشان يجيبوا لهاروكا اخبار حلوة لما يرجع. وبيرجعوا تاني للمدرجات. الدور الجاي بقى هو دور ماكو، بس ناجيسا بيصمم انه يروح ويدور على هاروكا علشان يشوف صديقه المقرب ويشجعه وهو بيلعب. وفعلا بيلاقي هاروكا وبيكون في حالة صمت وصدمة من كلام رين، وبياخد هاروكا غصب عنه علشان يشوف ماكو اللي بيكون متميز جدا في دوره وبيكون رائع والناس كلها بتنبهر بيه. بس للأسف بيطلع التاني زي هاروكا وبيخسر برضه. الدور اللي بعده لناجيسا، لكنه للأسف بيخسر برضه زيهم. وكل ده وهاروكا عمال يتفرج على فريقه وهم عمالين يبذلوا مجهود كبير جدا علشان يوصلوا للنهائيات. صحيح ان على نهاية اليوم فريقنا كلهم بيكونوا خسرانين ومحدش بيتأهل، الا انهم بيكونوا استمتعوا جدا والروح الرياضية عندهم بتكون عالية. بس للأسف حلم النهائيات كده تلاشى خالص.
بس زي ما قلنا ان المسابقة بتقام على يومين، لكن فريقنا كان عامل حسابه ان واحد فيهم على الاقل هيفوز، لدرجة انهم نسيوا يسجلوا في اليوم التاني للمسابقة فبيتقبلوا الخسارة وخلاص. ولكن البنوتة اخت رين بتقول لهم انها سجلت بدلهم احتياطي في اليوم التاني للمسابقة، كده بقى في فرصة انهم يوصلوا للنهائيات. بس للأسف بيقابلهم مشكلتين. اليوم التاني للمسابقة ده هو بكرة، يعني مفيش وقت للتدريب اصلا، ده غير ان اليوم ده مخصص للفرق، يعني لازم الفريق كله يشارك مع بعض. بس هاروكا اصلا مختفي وتعبان نفسيا من كلام رين واللي حصل في دوره ده. فاضل اقل من 24 ساعة على مسابقة الفرق في اليوم الاخير. يلا يا شباب روحوا بسرعة ودوروا على هاروكا علشان تلحقوا تخططوا للاستراتيجية بتاعتكم في مسابقة الفرق، لانها الفرصة الوحيدة ليكم. وجري على بيت هارو، لكن البيت بيكون مفتوح وفاضي اصلا. فينك يا هاروكا؟ فريقك محتاجك دلوقتي. هاروكا بيكون شبه منوم مغناطيسيا في المية داخل نادي السباحة بتاعهم، بعيد عن الموبايل وفاصل عن العالم كله. ده حتى اصحابه بيلاقوا موبايله في البيت، يعني رسائلهم الصوتية مستحيل توصل لهاروكا. ماكو بيقول لهم خلاص بقى كفاية كده مفيش فايدة، الوقت اتأخر وشكل هاروكا مش راجع البيت ومستحيل هيعرفوا يلعبوا مع بعض بكرة كلهم. وبعد نص الليل هاروكا بيرجع البيت وبيلاقي ماكو نايم وفي انتظاره. ساعتها بياخد موبايله وبيسمع عن السباق وبيحس ان فريقه محتاجه جدا للفوز لانهم بذلوا جهد كبير جدا. وهنا بيقرر على طول يقول لماكو انه موافق يشارك معاهم بكره. وعلى ما الصبح بيطلع بيكون بقيه الفريق اتبلغ بقرار هارو. كده بقى في فرصه تانية ليهم علشان يروحوا للنهائيات، والفضل كله يعود لاخت رين. كلهم بيشكروا هارو على قراره وبيكونوا متحمسين جدا. ومع بدايه السباق رين بيجري على الفرق المشاركه وبيشوف فريق هاروكا وهم مش بيستسلموا للخساره بتاعت امبارح وبيحاولوا تاني. ساعتها بيجن جنونه وبيتعصب جدا من قوه الفريق وصلابته وتعاونهم مع بعض. ده كمان بيفتكر ايام الطفوله لما هو اللي كان بيسبح معاهم بدل ريو، ورين بيغير جدا من ريو لانه بقى في الفريق بداله. بيمر الوقت وبيكون اخر دور في الفريق هو دور هاروكا، ورين قلبه عمال ينبض وبيكون خايف لفريق هاروكا يفوز. يا ترى بقى فريقنا العظيم هيفوز ولا لا؟ وهنا هارو بينطلق والعداد بيعد وبيتقدم. ايوه يا هارو برافو عليك، انت فزت في المركز الاول وفريقنا كده حقق المعادله المستحيله. واليوم اللي بعده المدرسه والمدرسين كلهم بيهنوا فريق السباحه اللي كان مجهود شخصي اصلا بفوزهم وتاهلهم للنهائيات. الخطوه التانيه بقى يا هارو هي النهائيات، وبيكون في احتفال صغير كده في المدينه. فريقنا العظيم بيقرر يروح ويستمتع بوقته، وفي نفس الوقت اللي فريقنا بيكونوا مبسوطين ريو بيلاحظ وجود رين في المكان. ساعتها ريو وناجيسا بيقرروا يتأكدوا من عدم ظهور رين قدام هاروكا لأن أعصابه لسه تعبانة ومش عايزين أي دراما تحصل النهاردة في الاحتفال. ناجيسا بيقرر إن ريو هو اللي يروح ورا رين ويقول له هو فين بالظبط علشان ناجيسا يحاول يبعد هاروكا وماكو كمان عن المكان اللي فيه رين على قد ما يقدر. وفعلا ريو بيتبع رين، ولكنه بيلاقي رين خرج من الاحتفال أصلا وراح عند نادي السباحة بتاع فريقهم وبدأ يبكي بحرقة كبيرة على خسارة أصحابه. وريو مش فاهم أي حاجة خالص. وطبعا هاروكا بيقفش خطة ناجيسا وبيقوله يبطل يعمل كده ويروح يجيب ريو علشان هاروكا عايز يقول لهم حاجة مهمة جدا والكل لازم يكون موجود. هاروكا بدأ يحس بمتعة كبيرة قوي لما كان بيسبح في سباق المدارس، وكان أجمل يوم في حياته. ده كمان بيقول إن مشاهدته ليهم وهم بيعافروا للفوز خلاه حد تاني خالص وبقى يقدر كل واحد في فريقه. وبيشكر ناجيسا وريو وماكو على إنهم استحملوا وشه المكشر طول الوقت ده، وبيوعدهم إن هو مش هيكشر تاني أبدا في وشهم. اليوم اللي بعده المدرب بتاعهم بيعزمهم كلهم على الغدا علشان يبدأوا يناقشوا استراتيجية التدريب للنهائيات اللي هيدربوا بيها. ساعتها أخت رين بتلاقي كتاب ذكريات خاص بالمدرب وأيامه في ملعب السباحة قبل ما يتهد، والألبوم ده فيه كل الفرق من ساعة ما ملعب السباحة فتح. وبيكون الألبوم كله سعادة وبراءة، وحتى رين كان شكله مبسوط قوي في الوقت ده. بس ريو كان شاغل تفكيره حاجة
حاجة تانية خالص. وهم مروحين من عند المدرب، ريو بيسأل فريقه على الماضي بتاعهم مع رين وإيه اللي حصل بالظبط علشان يكون وقح جدا معاهم دلوقتي. كل الصور اللي شافها في الألبوم كانت تبين إن رين كان بيحبهم جدا. ريو مش فاهم أي حاجة خالص، وده مخليه حاسس إن هو مش عضو قريب من الفريق. دلوقتي هاروكا اتحط قدام الأمر الواقع وقرر يقول لريو حقيقة رين لما كانوا أصدقاء زمان، وقال له على السباق اللي حصل بين رين وهاروكا قبل ما رين يسافر استراليا، واللي شقلب حياة رين تماما لما خسر من هارو، وبعد ما رجع من السفر كرههم كلهم وبقى حاقد عليهم. رين ببساطة ما قدرش يتحمل خسارته وقرر يعتزل السباحة نهائي وسافر وقطع معاهم خالص. وبكده ريو عرف حقيقة قصة الفريق لما رين كان فيه. اليوم اللي بعده بقى حصلت حاجة مجنونة جدا. ريو فوت أول يوم تدريب وما جاش خالص. الموضوع كده بقى كبير جدا. في نفس الوقت رين بيتبلغ إن في حد عايزه بره ضروري جدا، ولما رين بيطلع بيشوف مين، بيلاقي ريو قدامه، وبيبدأ ريو يسأله أسئلة كتيرة جدا وما بيرحموش أبدا. بيقول له أنت ليه بعدت عن أصدقائك اللي كنت دايما مبتسم وسعيد معاهم؟ والحاجات دي كلها مثبتة في الألبومات. حد يسافر استراليا ويسيب صحابه كده؟ طب حتى ما حاولتش تتصل بيهم وانت مسافر؟ وكمان لما رجعت عاملتهم أسوأ معاملة. وبيقول له كمان ايه كمية العجرفة اللي انت فيها دي؟ ريو بيسأل كل ده لرين ورين مش بيجاوب خالص. هنا ريو بيفقد أعصابه وبيقول لرين ان هاروكا متأثر جدا بيك ولازم تبطل معاملتك المقرفة دي للفريق لأنهم مش عارفين يتدربوا كويس، ولو رين وقف في طريقهم ريو مش هيقدر يسامحه أبدا. في الوقت ده باقي الفريق كان قلقان جدا على ريو وراحوا كلهم يزوروه في البيت علشان يطمنوا عليه. وهنا ريو اتأكد 100% ان هو عضو مهم جدا في الفريق وان فريقه بيحبوه جدا. وبتبدأ التدريبات القاسية جدا علشان فريقنا يفوز في النهائيات. وفعلا بيجي اليوم اللي فريقنا كله مستنيه. النهائيات هتقام في مدينة أخرى جديدة عليهم، كل مدرستهم هتيجي علشان تشجع هاروكا وفريقه. وفعلا بيستمتعوا جدا خلال رحلتهم للمدينة الجديدة دي، وبيلاقوا الفندق بتاعهم أخيرا. بيقعدوا يرتاحوا وينزلوا ياكلوا حاجة قبل النوم. بس فريقنا الشقي بيقرروا يروحوا يشوفوا مكان المسابقة بتاعت بكرة وملعب السباحة اللي بيكون ضخم وهائل، والحماس بيدخل في قلبهم كلهم. بعدها بقى كلهم بيرجعوا الفندق علشان يناموا. بس ريو بتجيله رسالة عاجلة على موبايله، ورين هو اللي بيبعتها وبيطلب منه انه يقابله بره بسرعة. ورين بيقرر يجاوب على أسئلة ريو وليه ابتعد عن فريقه بعد ما سافر استراليا. الحقيقة هي ان رين ما اعتزلش السباحة ولا حاجة بسبب هارو، لانه لما راح استراليا كل السباحين كان معاهم فريقهم وكل واحد ليه ميزة بيكمل بيها الفريق. مهما رين يحاول يسبح علشان يتغلب على الاستراليين الموضوع كان مستحيل، لانه فقد شغفه للسباحة بعد ما سافر وساب فريقه الحقيقي في اليابان. علشان كده رين بطل يسبح خالص. فاكرين اول مرة تسابق فيها مع هاروكا لما المدرس قفشهم؟ رين هنا اخيرا حس ان الشغف رجع له وكان نفسه يسبح تاني على طول. باختصار رين عمره ما كره فريقه، بالعكس هو بيحبهم ومش عارف يلعب بدونهم لانهم هم شغفه الحقيقي في السباحة. وبعدها بيقول لريو اتمنى انكم تفوزوا لانكم احسن فريق انا شفته في حياتي، وبيسيب ريو ويمشي. بيطلع الصبح وبيجي يوم المسابقة النهائية. صحيح نسيت اقول لكم ان اللي هيفوز في المسابقة النهائية دي هيتأهل على طول للمسابقة العالمية بين دول العالم. وبدأ سباق الافراد الاول زي ما احنا عارفين، واللي رين هيكون مشارك فيه. كلهم بيشجعوا رين، لكن فجأة كده رين بيتخنق وبيطلع من المسبح وهو مش قادر يلقط أنفاسه. فريقنا هنا بيروح وراه على طول، وحتى زميله بيقول له إنه الخسارة دي مش مهمة يعني ولسه يقدر يلعب في مسابقة الفرق. لكن رين بيصرخ بصوت عالي وبيقول انه فاشل في السباق لوحده وهيعتزل المرة دي للأبد. هاروكا وبقية الفريق بيسمعوا الكلام ده من رين وبيتصدموا جدا انه ساب السباق ومشي ومش راجع تاني ابدا. المرة دي بقى هاروكا بينهار لان رين غالي عنده جدا ومش عايزه يبطل سباحة. دي الحاجة الوحيدة اللي كانوا بيستمتعوا بيها مع بعض وهم صغيرين. وهنا ريو بيطلع عن صمته وبيقول لهم الكلام
الكلام اللي رين قالهوله امبارح وسبب اعتزاله الحقيقي، وكمان بيقترح عليهم اقتراح مجنون جدا. بيقول لهم انه موافق يخلي رين يلعب في الفريق بداله في السباق ده ومتنازل عن دوره، بس لازم يدوروا على رين بسرعة ويلحقوه قبل ما يسافر ويعتزل للأبد. المشكلة بقى ان فريق هارو ما تبقالوش غير 15 دقيقة بس على نزولهم للملعب. كلهم بيدوروا جري على رين والدنيا بتكون مقلوبة عليه، لكن محدش بيلاقيه خالص. ثواني اهو رين هناك اهو، لكنه بيكون متعصب جدا وبيقول لهارو ان انت السبب ان انا مش عارف العب بدونكم. ولكن هاروكا بيقول له نفس الكلام من ساعة ما فقدوا رين وهم مش عارفين يسبحوا كويس ابدا. رين مش مجرد سباح في فريقهم وبس، ده صديق هاروكا المقرب اللي كان بيلهمه من وهم صغيرين. وهاروكا بيقول كمان لرين ان هم بيحبوه جدا وعمرهم ما كرهوه في حياتهم حتى بعد المعاملة بتاعته. وهنا رين بينهار على طول في العياط وبيقول لهاروكا ان هو بيحبهم قوي ونفسه يرجع يسبح معاهم تاني. وهنا هاروكا بيقول له لا، الاوان ما فاتش ولا حاجة، يلا علشان دور مدرستنا قرب وانت هتيجي وتلعب معانا. هاروكا بيمدله ايديه وبيقول له يلا نرجع فريق قوي زي ما كنا زمان. الستيج بيكون متوتر جدا بعدم وجود فريق هاروكا، لكنهم بيوصلوا اخيرا وبيبدأ السباق فعلا، وماكو بيكون رائع جدا ومتميز. بعدها بيجي ناجيسا وبيكون متقدم على الكل وواثق جدا من نفسه. ولكن اللي بعد ناجيسا بيكون رين. ايوه رين بيسبح مع فريق هاروكا، وفعلا بينزل رين في المية، بس المرة دي غير عن اي مرة تانية رين اتسابق فيها. وريو بيكون فوق مع المشجعين طبعا. ولما رين بيخلص هاروكا بينزل وراه وهو اخر عضو في الفريق، وبيسمع صوت اصحابه كلهم وهم بينادوه وعمالين يشجعوه بالظبط زي ما كانوا صغيرين. في الحقيقة بقى فريقهم طلع الأول في المسابقة كلها. ورين هنا بيجي ويحضن هاروكا وبيقول له شكرا لأنك رجعتلي الإحساس بتاع الفريق تاني، وعمري ما هنسى اليوم ده في حياتي أبدا. وأخيرا رين رجع لفريقه وخطة أخته الصغيرة نجحت، وأخوها رجع يبتسم تاني زي الأول. بس للأسف هاروكا وفريقه مش بيتأهلوا للمسابقات العالمية بسبب انهم ضافوا سباح تاني من مدرسة تانية ليهم، وده عكس القوانين. بس هم ما بيكونوش زعلانين ابدا وبيقرروا يحاولوا تاني السنة الجاية. بالمناسبة رين راح واعتذر لفريقه وقال لهم انه هيسيب المدرسة، وفعلا قدم ودخل في مدرسة هارو واصحابه علشان يروحوا للمسابقة العالمية السنة الجاية كفريق واحد. رين، هاروكا، ريو، ناجيسا وماكو. وهي دي نهاية الأنمي. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في قناة أنيموجي بالعربي وتفعل زر الجرس علشان الملخصات الجاية ما تفوتكش. أشوفكم قريب. If you leave, baby, let me down slowly, let me down.